صدمة في مدريد. الهلال يعرض 200 مليون يورو لضم فينيسيوس جونيور. تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية قد تهز سوق الانتقالات العالمية، بعدما كشفت منصة فيتشاجز أن نادي ريال مدريد تلقى عرضا لا يصدق وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور. العرض الضخم جاء من جانب نادي الهلال السعودي الذي يواصل مشروعه الطموح لجلب أبرز النجوم العالميين وتحويل الدوري السعودي إلى وجهة كروية على أعلى مستوى. إدارة ريال مدريد التي طالما أبدت تمسكها بالنجم البرازيلي تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق، إذ أن هذا المبلغ القياسي قد يمنح النادي سيولة هائلة لدعم صفوفه في مراكز أخرى، خاصة مع ارتفاع مطالب المنافسة على جميع البطولات. من جهة أخرى، فينيسيوس ما زال يرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2027، يتضمن شرطا جزائيا ضخما يبلغ مليار يورو وضعه النادي الملكي في السابق كجدار حماية ضد أي عروض مغرية. لكن العرض الجديد من الهلال جعل الجميع يتساءل: هل يمكن أن يلين موقف ريال مدريد هذه المرة؟ المصدر ذاته أشار إلى أن مستقبل فينيسيوس ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، إما البقاء في مشروع ريال مدريد الطموح لمواصلة كتابة التاريخ في أوروبا، أو الانفتاح على تجربة جديدة تماما في الدوري السعودي الذي قد يشهد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم. العالم الكروي بأسره ينتظر، فهل يفاجئ فينيسيوس الجميع بقرار تاريخي يقلب الموازين؟